يومكم كله صحة وخير وبركة. هنعمل مع بعض النهاردة، اتفقنا بنعمل كل حاجة في البيت، بالذات توابلنا الحلوة بنظبطها مع بعض. هنعمل توابل البطاطس، مش هتفرقيها عن الجاهزة. حطيت معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الكاري. والكاري ده أنا بجيبه من العطار، بظبط عليه شوية حاجات هقولها لكم دلوقتي. ده يا جماعة البردقوش أو المردقوش أو بيسموه الزعتر البري بالشكل ده. عشان ما تتوهيش مني، احنا حطينا كام حاجة؟ 4 مكونات بس. هتقلبي ال4 الحلوين دول مع بعض، مش هتفرقيها عن توابل البطاطس الجاهزة. اول ما هترشيها على البطاطس هتشم الريحة، ولادك مش هيفرقوها ابدا عن الجاهزة. اعمليها وما تقوللهمش. ده كمان تحدي، اعمليها وبلاش تقولي ان انتي عاملاها بايدك. هياكلوا ومش هياخدوا بالهم خالص، وهيقولوا ان هي انتي جايباها من بره. طيب هنيجي لحتة الكاري. يا ترى الكاري انا بظبطه ازاي؟ بجيبه من عند العطار، بحسه بصراحة انه برضو عايز يتظبط. بحط له بابريكا، وبحط له توم باودر وبصل باودر، وبقلبهم عليه. بيبقى بصراحة يا جماعة متظبط تظبيطة بقى، اللي هي يعني هتجيبي الكاري تحطي عليه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وتقلبيه. لو عايزة تشطشطيه هتحطي له شوية شطة، بيبقى احلى كاري هتدوقيه في حياتك. وعملنا مع بعض توابل البطاطس، واي توابل انتوا عايزينها لاي اكله ابعتولي. سلام.